وإنما بالبداية هي أم قلبها محروق وعم تطلب المساعدة. بدي تحل عندي بس. أنت عم تحكي عن أمك. إيه ماني عارف. ليه؟ بدي أذبح. زمزر كتير بطوطة المجلدة. أمي متحام. كسر الدنيا كسر الدنيا. هذا اللي طلع منك ولا؟ اختص لي هيك. أنت هلا عم تنقص حياتك، لأنه إذا بقيت هيك آخرتك بالحبس. بعد الفاصل قصة ولا أغرب. يعني آخر مرة شفت ابنك الكبير عمر بعد ما كان عنده شوي؟ لا. والتطورات ما بتخطر على البال. أمي متحام. زوجها السابق حرمها من انه تشوف ولادها من 7 سنين. هي ام قلبها محروق وعم تطلب المساعدة. رحبوا معي بالسيدة دنيا الأسعد. ست دنيا اهلا وسهلا فيكي. صار لك 7 سنين مش شايفة ولاد. 7 سنين. ولدين. قد ايه عمرهم اليوم؟ الكبير صار عمره 24 والصغير مبلش 15. يعني آخر مرة شفت ابنك الكبير عمر بعد ما كان عنده شوي؟ لا. لو بتعرفي إذا هن جربوا يشوفوك؟ هن بيجربوا يشوفوني بس كله من وراه هو اللي حرمني. ما من شوفتهم منعني من شوفتهم. والمشكل على شو كان؟ يعني شو السبب؟ المشكلة هو كل عمره قاعد ما بيشتغلش. أنا كنت بشتغل ببيوت العالم بخدم بنظف وهو قاعد لشغله ولا عامل. ايه وبيجي من الشغل يضل يضربني ببهدلني بيسب وبيعيط. هلا اخوته ما حدا بيحكي معه. اهل الضيعة كلهم بيعرفوا يعني هو لا شغله ولا عامله قاعد كل عمره قاعد بالبيت وبروح يتصيد بالسهر. هالملف تبعته جانين ملاح وكل التفاصيل بهالتقرير. دنيا الأسعد أم ما شافت ولادها من 7 سنين وهي بتحلم بإنها تشوفهم أو تسمع صوتهم. هي اللي من وقت ما طلبت الطلاق من زوجها ومعاناتها زادت أكتر وأكتر. من أول ما أخذته كان يضل يضربني وبيبهدلني وأنا بشتغل ومعيشته ومعيشة الأولاد. يعني كل شيء إنه مصروف أكل وشرب وكل شيء أنا بقدم له إياه له. رجعت قد ما عمل فيني وقد ما صار يعمل فيني طلبت الطلاق. قمت عدا يوم رحنا على المحكمة قلت له القاضي انه انا ما بدي منه شيء يعطينا الاولاد وانا بضل قاعده بالضيعه. منها هيك بطل يعطينا الاولاد. رجعت قمت دعوه عليه عند القاضي قال له القاضي بدها اشوفهم بالجمعه مش مره مرتين. صرت بروح على الضيعه لعند ناس شفتهم 3 مرات وبيهجم بيعمل مشاكل. رجعت رحت لعند بيت ثاني شفتهم عند بيت ثاني صار يهجم وكسر لهم ازاز البوابه للجمع. ورجعت من 3 سنين رفعت دعوة حكم للقاضي بأنها تشوفهم 2 ساعات بالأسبوع. بس الوالد اللي لا شغلة ولا عملة ما عم بخلي الأولاد يشوفوها. الكبير عمر سافر ليشتغل بالخارج والصغير أحمد رافض فكرة إنه يشوفها. من هون شفته بالمحكمة الصبي يطلع هيك مع جنبيه بيطلع فيني وبيبكي. أنا ما قربتش عليه قلت بس نفوت على المحكمة لعند القاضي. القاضي انه بخليه يشوفني شوي لما فتنا لعند القاضي على بالمحكمة كمان واقف مع جنبه بيوع بيبكي بيرجف. ولا بدني الليل ونهار بفكر فيه كيف نايم كيف قاعد كيف عم بياكل هو بيغسل اوعي لحاله. ورغم المشاكل دنيا ما يأست. بعدها بتحاول تروح على الضيعة تتشم ريحة ولادها وتطمن عنهم. إلي من 7 سنين يا أختي وأنا ما شفتنش للولاد. بدي من الله ومنكم تساعدوني
انه بس على القليلة بشوفهم بالجمعة ساعتين بشيء بتغير ابايهم ويشيلوا الافكار السوداء من راسهم وبلكي الله يحننهم علي. واليوم بعد 7 سنين الحرقة ذاتها والصرخة نفسها بدي شوف ولادي. أنا فيني بعيشه كيف كنت معيشتهم معيشة بيهم. أنا قد ما يكون بضلني دايما عن قلبي عن روحي وبقدم لهم. قلتي لي جربتوا تحكوا مع حدا من عائلته قرايبه ما مشي؟ حكوا مع كثير عائلته. هلا خواته واخوته كلهم ما حدا بيحكي معه، عارفين عقله. استاذ مروان، نحن قدام موضوع مشاهدة، واللي بدي أقوله بهذا الموضوع أنه المشاهدة هو حق شرعي وطبيعي وإنساني بآخر طبعا. الأمر يعني هو شيء إنساني، أنه الشخص إن كان الأب أو الأم أنه يشوف أولادهم، لأنه هن ثمرة هالزواج يعني. وأنا بحب ضيف أنه هو حق للطفل قبل ما يكون للأب والأم، حتى يقدر هو ياخذ الرعاية الكافية صحيح. من الميلتين. الأولاد بيكونوا ضحية هالخلاف أو أو هالطلاق يعني، وبصير حدا من الفريقين بيجيش الأولاد ضد الطرف الآخر، وهذا شيء غلط لأنه بيكونوا عم بضروا الولد بالدرجة الأولى. طيب إذا بما إنه في حدا من الأولاد فوق ال20 هو ما في يقرر إنه يروح يزورها مثلا؟ أكيد. بلا هون صار بطل قاصر، صار راشد، هو عنده الحرية إنه يعمل شو ما بده. نعم. هون كنا بدي نميز بين شغلتين. نحن عندنا اول شيء سن الحضانه يلي هو هون بيكون تنتقل فيه الحضانه من الام للبي، وبعد ال 18 سنه بصير هون في حريه للاولاد هن يعيشوا يا هون يا مع الاهل، يعني يا مع الام يا مع البي، يكونوا لحالهم. ابنك الكبير ولا مره جرب يشوف؟ لا ولا مره جرب، بس من ورا بيو. جرب مره من ورا بيو، بيبلش بيفزع من بيو. كل العالم بيقولوا بيعرفوا قرايبينه للضيع بيقولوا بيو يعني عميله قلبه. كان له للصبي هي اللي فل كان بضل يضربه، يعني هو الصبي لحاله مش ماخذ موقف. ولكن للأسف ابنها الكبير يلي عمره 25 سنة مسافر خارج لبنان، والصغير عمره 15 سنة وتحت وصاية بيو، وحسب كلام ضيفتنا بيو ما عم بخليه يشوفها. ست دنيا، شو ناطرة من برنامج على أكيد؟ ناطرة من الله ومنكم تساعدوني بكل مني. يعني بقول لك الصبي هي إسا لا مدرسة ولا شغل، داير على هيك. هو بيغسل أواعي بإيده، بضل منه هذا أكل. عم نول بس كان بالمدرسة يجي بالسقعة وبجليد بيقعد بأوضة المجلدة، ياو بزت كتبه وبروح يلعب. وأول ما ذكرت ابن صغير ما قدرت تمسك دمعتها. جانين ملاح موجودة هلأ بحوش الحريمة بمحاولة للتواصل مع زوجك السابق. ريجي إذا سمحتوا ديبليكس. جانين ملاح. جانين. نعم طبعا. يعطيك العافية. ميرسي شكرا. نحن هلا امام منزل خالد صديقة للست دنيا، ونحن هلا يعني متوجهين للبيت تنشوف اذا هو موجود ولا لا. انتظرنا خالد برا لحين ما دخلت زوجته تعيط. في حديث، في شخص بحكيك على التليفون، في حديث بدي نعمل معه. الو. عوافي كيفك يا خالد؟ كيف حالك؟ خالد، مرتك السابقة اجت لعندي وطلبت مني يعني خبرتني قصتها مع انه مش عم تقدر تشوف ولادها. ايوه. وقالت لي انه صدر حكم بالمشاهدة ساعتين بالجمعة. وطلبت مني انه انا احكي معك لا يعني نلاقي حل لهيدا الموضوع، لانه انت بنتيجة بين وهي امهم.
صحيح قلت لها انا خالد ما بعرفه يعني، بس انه خليني ادق له بساله، يعني بنفوت بصراحه بالموضوع، ما في داعي لللف والروح. ايه هو كل القصه وما فيها انه الصبي رفض مشاهدتها، ما قبلش يشاهدها، بدوش الصبي. اف ليه؟ غريب الصبي يكون عنده هالموقف تجاه امه، انت ما لازم تقبل بهالشيء، انت بالعكس لازم تقعدوا وتفهموا انه هو ضروري، يعني بنتيجه هيدا رجال لازم ما يكون عنده خوف من انه يشوف امه، انت لازم تربيه على هيدا الشيء، تربيه انه بالعكس لازم يواجه مخاوفه. صحيح صدقني، حاولنا معه وحكينا معه وبعثناه كذا مره ليشوفه، وديناه كذا مره، بعتي لي وديناه كذا مره وحاولنا وبعثناه كذا مره ليشوفها، بس يوصل ليا يرفض. يلا طيب انت عندك مانع احكي معه؟ لا ما عنديش مانع، يلا وقت المغامره طيب يلا صبي يلا. الو. ايه الو جانين. ايه عم نهيئ له للصبي هلا يا حكومة متواجد بالبيت. وصل. مرحبا كيفك؟ لمين والله من تلفزيون بدك تحكي على التليفون مع شخص؟ مين؟ هو الزبان من تلفزيون. الو مرحبا احمد، كيفك؟ منيح عاد. اف صوتك كبير اكبر من عمرك، كيفك منيح؟ ايه منيح. ليك احمد انا اسمي زافين. شو اسمه؟ ايه الو. ايه احمد. ايه لحظة احمد ما عم تسمع؟ ما بدك تسمع ولا مش عم تسمع؟ بدي اعرف عن شو فيه مثلا. ما خليه يحكيك هو بفسر لك. هون خليك واقف هون. قل له الو. ايه احمد عم جرب احكي معك لافهم انه انت ليه رافض تشوف امك. الظاهر تفاجأ احمد وسكوته بيعبر قد ايه هالموضوع مأثر فيه، فنطر زافين ورجع كمل حديثه معه. وبعدين احمد لا ما في بعدين، انا بس بدي افهم اذا امنا لقاء انت وامك تجي او لا؟ لا. طيب اذا بيك موافق